السلام عليكم. النهاردة هنعمل كاليماري محشي بالرز، بيسموه عصافير البحر أو الحبار. هعمله بالصلصة والرز ني في ني والطعم تحفة. معايا نص كيلو كاليماري، وطبعا متنضف كويس ومغسول كويس جدا بالملح والدقيق. وطبعا مخلية الأرجل والأجنحة على جنب علشان دول اللي هحشي بيهم العصافير البحر أو الكاليماري. معايا حزمة شبت وبقدونس وكزبرة خضراء وكوباية رز وكوباية طماطم معصورة ومتصفية، ومعايا 2 فص توم مفرومين وواحد فلفل حامي وواحدة بصلة مفرومة ومدعوكة بالملح والفلفل الأسود وربع كوباية زيت ومعلقة صلصة من البرطمان. ومعايا طبعا عصير ليمونة، وطبعا الملح والفلفل الأسود والكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا ومعلقة سكر وبهارات السمك ومعلقة صغيرة من بهارات المحشي. دي احسن طريقه ان انت تعملي بيها الكاليميري، ان انت تعمليه ني في ني. طبعا في بيعملوا بالرز مستوي، انا بعمله ني في ني ويكون حلو جدا. جبت الرجول وقطعتها بالمقص، وكمان الاجنحه بتاعت الكاليميري، ونزلت عليهم بمعلقه توم، وكمان نزلت بالتوابل وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده بنزل بالبصله اللي انا دعكاها بالملح والفلفل الاسود وهقلبهم كويس جدا. لازم تكون كله ممتزج مع بعضه علشان يدي طعم حلو قوي. نزلت طبعا بمعلقتين من الزيت عشان لما اجي احط الرز يكون مفلفل كده معايا. بعد كده هنزل بالطماطم اللي انا عصراها، هي يا دوبك كوبايه واحده على قد النص كيلو اللي هي الكاليميري، هم نص كيلو وشويه. ونزلت كمان بمعلقه صلصه من المعلبات وهقلبهم كويس. نزلت بعصير نص ليمونه علشان يطعم معايا ويكون طعمه حلو. الكاليميري لما اجي احشيه في الرز. انزلي بالخضره بتاعتك شويه بشويه وهقلب لغايه لما كله يمتزج معايا. وبعد كده هانزل بكوباية إلا ربع، مش إلا ربع قوي يعني، متشال منها معلقتين. وبعد كده هانزل بالخضرة بتاعتي اللي هي من كل حزمة واحدة، شبت وبقدونس وكزبرة، وهقلبهم كويس جدا. وهسيبهم على جنب لغاية لما كله يتجانس مع بعض عشان لما اجي احشي الكالاماري يكون طعمه حلو قوي. سيبيها يا دوبك ربع ساعة نص ساعة على بال ما كله يمتزج مع بعض. ما تقلقيش، هاتي انتي بس الكاليميري وانا قايله لك انا غسلاه كويس بالملح والدقيق والليمون وبيكون حلو قوي. ابتدي احشي الحشو بتاعك العادي. خدي بالك ان الكاليماري هنا عندي وسط، لا صغير ولا كبير، الوسط بيكون حلو. ولما كمان بيتحط على النار بيكش شوية، بس احشيه كويس ما تملهوش قوي عشان ما يخرجش منك. وبعد كده بقفله بخلة علشان ما يفتحش مني. هو هيقفل لما ينزل على النار، ولكن للتأكيد بحط طبعا فيه خلة علشان يتقفل. طبعا انا بنقي الكاليميري، وخدوا بالكم ان انا هنا الرز مش حاطه كتير، بكتر في الحشوة بتاعه رجول الكاليميري. والكوباية المعلقتين رز هي مناسبة جدا للنص كيلو وشوية من الكاليميري. هخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. وعايزة اقولك ان لو فاض منك رز سويه على البخار، ما تسويهوش كده في الحلة عشان ما يعجنش منك. انا بقولك سويه على البخار بيكون طعمه حلو قوي. كمان الكاليميري هو موجود دلوقتي بس مش بكترة. سعره غالي شوية ولكن طعمه حلو قوي. جربي طريقة المحشي اللي هو ني في ني، هتعجبك قوي ويكون حلو. زي ما انتوا شايفين حطيت الخلة، وهبتدي اخلص بقية الكاليميري بتاعي كله بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. وبحط الرجول والأجنحة جوه الكاليماري بيكون طعمه حلو قوي. في ناس بتحشيه بالجمبري، طبعا بيكون طعمه أحلى وأحلى، ولكن جربي ان انتي تحشيه منه فيه بيكون حلو جدا. الخلطة اللي فاضت مني هسويها على البخار دلوقتي. همسك واحدة واحدة وابتدي اخرمها بالخلة كده علشان تبتدي تسوي معايا الرز من جوه، ما تبقاش مكتومة، فابتدي نفس ان الرز يستوي جوه الكاليماري. دلوقتي خرمته كله، وطبعا هنبتدي نعمل احلى صلصة حمراء هتساوي فيها الكاليماري وتكون حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين خلصت الكمية بتاعتي كلها، وخرميه علشان الرز يستوي جوه الكاليماري. زي ما انتوا شايفين حجمه حلو جدا، الحجم المتوسط، لا كبير قوي ولا صغير قوي. دلوقتي هجيب طاسة وهنزل بشوية الزيت بتوعي. انزلي بزيت انزلي بسمنة براحتك خالص. وعندي بصلة مدعوكة بالملح والفلفل، كنت سايبة منها كمان معلقة، وهسيبها بس تتشوح تشويحة بس أشم ريحة البصل. وبعد كده هنزل بفصين توم وهقلبهم كويس جدا. برضه هشم الريحة هنزل بالفلفل الحامي، وده اختياري، عايزة تحطيه براحتك مش عايزة تحطيه برضه براحتك. وهقلبه كويس. وبعد كده هنزل بمعلقة صلصة من البرطمان علشان تدي معايا لون حلو، انا حطاه عشان تدي معايا لون حلو. وبعد كده نزلت بالبهارات بتاعتي اللي كانت فايضة برضو، ونزلت بكوباية عصير طماطم وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل بكوباية
مية علشان يبتدي الكاليماري يستوي معايا في الصلصة الحلوة ديت، وأحلى صلصة هتاكليها. وسيبي بقى الكاليماري يستوي براحته لغاية لما تلاقي السكينة أو تحطي خلة هتلاقيه استوى والرز استوى معاكي. سيبيه لما ياخد وقته، بياخد حوالي ساعة إلا ربع أو أقل من كده على حسب كل واحد البوتاجاز بتاعه. زي ما انت شايفة استوى معايا الكاليماري وخلاص، ما تكتريش في سواه علشان ما يعضمش معاكي. وزي ما انتم شايفين احلى كاليماري محشي بالرز. سميه عصافير البحر، سميه الحبار، احلى كاليماري او كاليميري زي ما تسميه، محشي بالارجل وبالاجنحه بتاعه الكاليميري او الحبار. جربيه وهيعجبك جدا. وعايزه اقولك طعمه حلو جدا. لما تيجي تحشيه الرز ني في ني غير لما تحشيه الرز او البصله بتكون مستويه. جربيه بالطريقه دي وهتعجبك، واحلى صلصه ممكن كمان تاكليها. جربي طريقتي الكاليميري اللي محشي رز ني في ني، وزي ما انتم شايفين بيتقطع معايا بسهولة وطعمه خطير. لأول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتستنيني فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.